يا ترى ايه جنب اخد بالصورة؟ جرب كده فلتر سيرين عبد النور. واو، انتوا كمان بتحتاروا اي جنب تاخدوا بيه الصورة؟ النهارده هنتكلم عن السيلفي. رحلة من غير سيلفي على فيسبوك او انستجرام حاجة شبه مستحيلة. طب ايه سبب الحب الغريب ده للسيلفي؟ حب الناس للسيلفي هو نابع بحسب الدراسات من رغبتهم في تعزيز ثقتهم في نفسهم. كل لايك، كومنت او شير بينعكس على ثقتنا في نفسنا بشكل ما او باخر. الحب للسيلفي دفع ناس كتير ان هي تخاطر بحياتها، وده بسبب الدوبامين اللي هو هرمون السعادة. والوجه الاخر للسيلفي انه في اعداد بتتزايد من ضحايا السيلفي. بس للأسف إذا افتكرتوا إن البنات بس هي اللي بتاخد سيلفي، فيؤسفني أقول لكم إن في دولة زي الهند وهي بتحتل المركز الأول لضحايا السيلفي، ما بين 2011 ل 2017 حوالي 256 شخص ماتوا وهم بياخدوا سيلفي، الأغلبية كانوا رجال. وفي الوقت اللي فيه انتقادات للسيلفي أو الصور الذاتية إن فيها نزعة من النرجسية والأنانية وحب الذات، كانت في أصوات إيجابية بتعزز انتشاره، لأنه بيعزز فكرة اعتزاز الأفراد بنفسهم بشكلهم وبجسمهم، ومنها ممكن تكون نقطة تحول وإلهام لناس كتير بتشاركهم الشكل. وعملية التقاط الصور في حد ذاتها ليها فوائد نفسية. علمياً ثبت إنه التقاط الصور أولاً بيساعدنا إن إحنا نستعيد الذكريات، لأنه بنسترجع مع كل صورة إحنا بناخدها المكان والإحساس اللي التقطناها فيه. النقطة التانية إن هي بتزيد من إبداعنا وبتخلينا نبص للأماكن والمساحات اللي إحنا موجودين فيها بنظرة إبداعية مختلفة، عشان نقدر نستغل كل عنصر حوالينا إنه يطلع لنا صورة جميلة. ليه اخترت الباب ده؟ أولاً الباب عليه فريم رائع جدا، إني أقدر أقف في اللوكيشن اللي أنا حاطة فيه شنطتي، وبالسيلفي ستيك بقف في المكان وبختار بوز اللي انا عايزه اصور بيه. معايا ريموت كنترول بدوس بيه وبختار اوقف او اكمل. الصور زي ما هي بتجسد اللحظات فهي كمان بتختزل المشاعر. استمتعوا وخدوا الصور على قد ما تقدروا تسافر بيكوا بره حدود المكان والزمان. اشوفكم في حلقة جديدة من سبوتس.